السلام عليكم. بشكركم قوي على متابعتكم لقناتي وعلى كومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم اللي بترفع الفيديو بتاعنا عشان الكل يشاهد. لازم كمان يا جماعة، ما بأمرش عليكم طبعا، شير للفيديو عشان توصل المعلومة لأكبر قدر من الناس. ايه رأيكم بقى في الزيتون الجميل ده؟ بتشتريه طبعا الزيتون التفاحي، وبنبدأ نفتحه بالسكينة من الجنبين بس كده. وبعد كده تعالي معايا الفيديو نشوف عملنا الجمال ده ازاي. ادي الزيتون بتاعنا، رجعنا تاني مع بعض بعد 5 ايام. ال5 ايام دول غيرت عليه فيهم 5 مرات، يعني بحط له الميه بالصبح، تاني يوم الصبح بدلقها من عليه واحط له ميه نظيفه. ودلوقتي شطفته من الميه بتاعته كويس قوي، تمام، واخليه كده على جنب. واجيب طبق تاني حطيت فيه لتر ونص ميه على قد الزيتون بتاعي. طبعا الميه دي مغليه ومتبرده، لازم تكون مغليه ومتبرده. هضيف فيها ايه؟ هضيف فيها ملح على حسب كمية الزيتون بتاعي، ولازم نبقى عارفين ومتأكدين ان الملح ده عامل حفظ للزيتون، بيحافظ عليه. يعني كل ما بتزودي الملح طبعا بتبقى الحاجة في المعقول، مش معنى تزودي ان انت تخليه حادق قوي، لا، كل شيء في المعقول. تمام. بعد ما حطيت الملح بحط كده معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة كده ونص محترمين كده من الكزبرة الناشفة، تمام، ونص معلقة كبيرة برضو من الكمون الخشن. خلي بالك الكمون يبقى جميل جدا في المخللات، بيخلي طعمها حلو وبيخليها تعيش فترة طويلة. غير كده كمان مريح جدا للجهاز الهضمي، يعني بيطلع الغازات وبيخليكي تبقي مستريحة وانت بتاكلي، ما تبقيش تعبانة. وكمان ربع معلقة كبيرة كده من الفلفل الاسود الناعم، لو ما عندكش ناعم حطيه حصى. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض وعملنا قبل كده مع بعض، هرسة الشطة بحط منها كده كمية مناسبة للزيتون بتاعي. طبعا انا حاطه فيها زيت وحاطه فيها توم وحاطه فيها حاجات كتير قوي، والحاجات دي بتطعم معايا الزيتون وبتخليه جميل جدا. على فكرة انا عاملاها بالفلفل الحامي وعاملاها برضو بالفلفل البارد، الاتنين خليط مع بعض، رومي على حامي، تمام. بيفرق قوي في شكل الزيتون وفي طعمه هرسة الشطة. احنا هنحط الكمية دي كده ونسيب الباقي في العلبة بتاعتنا على جنب، لو احتاجنا تاني بنزود. والمية برضو لو احتجت مية تاني برضو بنزود، تمام كده. بنحط ايه تاني معانا؟ جزر مبشور. ادي الجزر بتاعي، ابشر الكمية المناسبة ليكي واللي انت تفضليها طبعا. انا بشرة حوالي بتاع نص كيلو. وده كده فلفل اخضر مغسول ومتنضف كويس قوي ومتقطع كده شرايح. مفضلش طبعا ان انا احط ليمون، لان الليمون بيخلي الزيتون عمره قصير، والخل برضو بيخلي الزيتون عمره قصير. لو انت حابه تضيفي حبه البركه، معلقتين كبار او 3 معالق كبار. ابدا بقى اضيف الزيتون بتاعي على الخلطه دي. ضفت الزيتون للخلطه، ابدا بقى اقلب ده كله في بعضه من تحت لفوق كده، واخلي كله يختلط مع بعضه. شوف الزيتونيه ماسكه نفسها وجميله ازاي. دي بقى تبقى جميله قوي معاكي في البيتزا. لما تاخدي الزيتونه كده هتلاقي البذره بتطلع معاكي بسهوله. لو عملتيه بطريقتي عمرك ما هتندمي. وان شاء الله هنجيب معانا برضو الزيتون التاني ونحاول نعمله مع بعض. انا بس هحتاج ان انا اضيف كمان بتاع معلقتين كده كبار من هريسه الشطه اللي احنا عاملينها، وخلي معلقتين عشان احطهم على وش الزيتون في الاخر خالص في الفينش، بعد ما احطه في البطرمان بتاعه. هقلبه وارجع اوريهولك. ادي الزيتون مع الخلطه بتاعته ادي الزيتون مع الخلطه بتاعته بعد ما قلبته كده في بعضه. ابدا بقى اعبيه في البطرمان بتاعه. انا طبعا لما غليت ميه للزيتون عملت حسابي في ميه على جنب يعني عملت كميه ميه حلوه، غليتها وبردتها خالص. البطرمان بتاعك يكون نضيف ومعقم. هبدا اعبي الزيتون بتاعي في البطرمان وارجع لك. زي ما انت شايفه كده خلاص. ضفت الزيتون وبدات ان انا اخد من الخلطه بتاعته. طبعا بعد ما دقتها، الزيتون بالذات ما ينفعش ان انت تكبسيه
عشان ما بيستحملش يتهري منك. لازم خلطة المية ديت تملى البطرمان للاخر، ويكون على الوش من فوق فلفل وشوية كده. خلاص اتملى حوالي كده معلقتين مثلا من هريسة الشطة كده مثلا اهم، معلقة كبيرة زي دي كده تتحط على الوش عشان عشان هي عليها زيت، والزيت هيحافظ عليه. بس كده هبدأ بقى اظبط كده البطرمان بتاعي بالراحة عشان اطلع منه اي هوا، وعشان يسيع الحاجة بتاعته كده كويس. ما شاء الله. شوية زيتون، اعمليها على طريقتي، عمرك ما هتندمي، وتقعد معاكي اكبر فترة انت عايزاها تقعد معاكي فيها. ممكن تقعد معاكي سنتين، تاكلي منه براحتك لغاية ما تخلصيه لغاية اخر زيتونة. احنا برضو بنعمل حسابنا ان احنا هنقفل الغطا، والخلطة بتاعتنا ديت لازم تدوقيها وتظبطي ملحها، بتكون حادقة ما تبقاش دلعة ولا مظبوطة، تكون حادقة. تعملي حساب الزيتون ما خدش ملح خالص لغاية دلوقتي. خلاص كده هو تمام، يومين 2 بس وتاكلي منه. نقفل عليه كويس قوي، واخد البطرمان تحت الحنفية انضفه كويس قوي من بره. خلاص كده خلصناه، فاضل معايا شوية هعباه في بطرمان تاني. بعد ما غسلت البطرمان كويس قوي تحت الحنفية، ابدأ بقى اشيله بين ايدي كده، اعمله كده واعمله كده تاني، وبعدين على جنبه كده. هخلي كل الحاجات دي تختلط كويس مع بعضها. تمام. بس كده هشيله بقى في مكان يكون مفيش درجة حرارته مش عالية، يعني بعيد عن المطبخ لغاية ما يستوي. بعد كده تاكلي منه بعدها بيومين. وما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناة، واستنيني في وصفات احسن. طبعا احنا خلينا مع بعض جميع انواع المخللات، وان شاء الله هنعمل ميكس من كل المخللات دي على بعضها، واعرفك ايه اللي ممكن تضيفيه على ايه. انا طبعا ما بحبش احط شرايح ليمون، عشان بحس ان هي بتغير طعم الزيتون، بتخلي الزيتون يفضل محتفظ بمرارته. تمام. دي طريقتي في المخلل، جربيها ومش هتندمي ابدا. اهم حاجه ما تنسينيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. بنسيبه كده اسبوع وبعد كده بنفتح عليه. تمام. يلا بينا بقى مع بعض كده. فتحنا على الزيتون بتاعنا بعد اسبوع. شايفين الجمال؟ الله اكبر على حلاوته. كمان معاك الخلطة اللي فوق دي متحبشة وطعمها روعة روعة، والزيتون ما فيش في اي مرارة خالص. احلى واجمل 100 مرة من اللي بتجيبيه من المحلات. يلا بينا كده نحط منه عينات كده في الطبق بتاعنا ونشوف، علشان التجربة خير دليل، فلازم تجربيه بطريقتي. هتعجبك قوي قوي وهتعتمديها عندك. بشكركم قوي على متابعتكم لقناتي وعلى كومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ يا سلام عليه بقى مع السمك، او اما تيجي تخليه بقى كده مع البيتزات، تتخلي معاكي بسهولة زي ما انت شايفة كده، وبتشال منها البذر بسهولة قوي، متاخدش معاكي اي مجهود ولا اي وقت. ادعميني بقى بلايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وشير للفيديو مع اصحابك، وقولي لي رأيك في الكومنتات. بنتظر كومنتاتكم الجميلة يا جماعة. اشتركوا عندي في القناة ضروري. وان شاء الله هنخلل مع بعض البصل، وهنخلل مع بعض الخيار، وجميع انواع المخللات. اطلبوا مني في الكومنتات كل اللي نفسك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.